السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بجد نفسي إن أنا أصلي وأكون عندي خشوع في الصلاة، ومش بحب أصلي كتير قدام الناس لأن بحس إن عندي رياء في الصلاة. مش بحب برضو أتصدق قدام الناس علشان بحس إن عندي رياء في الصدقة بتاعتي. فلذلك أوقات كتير جدا بتكاسل عن الصلاة مع القدرة عليها، وبتكاسل عن الصدقة مع القدرة عليها أيضا. أعمل إيه في الموضوع ده بقى؟ هو للأسف الشديد إن مفيش حد فينا بيصلي صلاة كاملة وبيعمل عمل كامل خالص لله إلا القلة القليلة. فانت طبعا حاول ان انت تصلي حتى قدام الناس، وان انت تجاهد نفسك بعيد عن الرياء، وان انت تصلي صلاة لله تعالى خاشعا فيها على قد ما تقدر. حاول ان انت برضو تتصدق عادي قدام الناس عادي بكل حرية خالص، وان انت برضو يكون يقينك تام بالله تعالى ان انت بتتصدق ابتغاء مرضات الله تعالى مش ابتغاء مرضات حد. وإن شاء الله مع التعود والألفة بينك وبين الصلاة والألفة بينك وبين العبادة، إن شاء الله هتوصل لمرحلة الخشوع بإذن الله. خلي بالك إحنا لو عبدنا ربنا مليار سنة مش هنوفي ربنا سبحانه وتعالى حقه، حتى لو عبدناه مليار سنة بكل خشوع وبكل يقين وكل صدق تام لله تعالى مش هنوفي ربنا سبحانه وتعالى. يعني الملائكة يوم القيامة يعني بيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ودول معصومين من الخطأ، ويعني الصافون المسبحون وكل الصفات النبيلة فيهم. ولكن احنا بقى بنخطئ وبنصيب وبنصلي وبنتكاسل ونتهاون، فأكيد مش هنوفي ربنا سبحانه وتعالى حقه أبدا في العبادة. أهم شيء في العبادة هي مكانة بالإخلاص. يعني لو أنت عبدت ربنا مليار سنة وتقبل منك سجدة واحدة بس، فإن شاء الله يعني هتوصل بها الجنات ورضوان ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا لقد قال لنا يعني في سحرة فرعون العبرة. يعني سحرة فرعون طول عمرهم عاشوا في سحرة وظالمين وكفار وكل حاجة، وفي الآخر خالص كده يعني سجدوا لربنا سبحانه وتعالى سجدة واحدة بيقين تام لله تعالى. وبعدين فرعون قتلهم وصلبهم على جذوع النخل وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولقوا ربهم سبحانه وتعالى يعني على التوحيد. فإن شاء الله يعني كان مغفور لهم الأجر بإذن الله مقابل سجدة واحدة بس سجدوها في حياتهم. بس السجدة دي كانت بصدق وبيقين تام لله تعالى. فإحنا لما بنعبد ربنا بنعبده عن صدق وعن يقين وعن خشوع. المرحلة دي ما قدرتش توصل لها النهاردة، هتوصل لها مع الوقت بإذن الله يعني. بس أهم حاجة لا تتوانى عن العبادة. يعني ما تتركش الصلاة عشان أنت مش بتقدر إن أنت تخشع ربنا. لا، واحدة واحدة إن شاء الله هتوصل للدرجة دي بإذن الله كده. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.